مع استخدامي اليومي للينوفو ليجن جو لفترة طويلة قابلت فيه شوية مشاكل كده، وكمان في مشاكل بتوصلني عن طريق الانستجرام او عن طريق الايميل بتاعي. فهحاول النهارده في الفيديو ده ان انا اناقش معظم المشاكل دي ونشوف هل هنقدر نحلها ولا لا. مبدئيا كده خلينا نكون متفقين ان الليجن جو من افضل الاجهزه اللي اتعملت، وجهاز مميز جدا، وفكره انه بيتيح لك تستخدمه في اي استخدام ايا كان. وانا جمعت برضو بعض الصور عن استخدام الجهاز نفسه، فخلينا اشيرها معاكم كده. مبدئيا كده في الصوره دي اليوزر هنا مستخدم الايفون بتاعه وموصله عن طريق الديسبلاي بورت وعامل له اتاتش هنا بجريب. طبعا انت ممكن تقول ان هو مستخدمه زي شاشه خارجيه، ايوه هو شاشه خارجيه، ولكن بالاخص هو مستخدمه عشان الاكسبيرينس دي، ان هو يستخدم الايميليشن بتاع الوي يو عشان يكون عنده دول سكرين. فهنا قدر اليوزر ان هو يستخدمه زي بالظبط الوي يو وكمان ال 3 دي اس. كمان هنا في الصوره دي زي ما انتم شايفين كده اليوزر هنا عامل فول ديسكتوب اكسبيرينس، عامل هنا دي اتاتش للكنترولرز نفسها، ومشغل الاف بي اس مود عشان يقدر يتحكم بالماوس بتاعه، وموصل وايرلس كيبورد، والشاشه انتوا عارفين ان هي 8.8 فانت تقدر تستخدمها كاستخدام منفصل. فهنا الصوره دي عجبتني قوي، حبيت اوريها لكم عشان هو هنا مستغني خالص عن فكره الديسكتوب او فكره الكمبيوتر الشخصي الخاص بيه، وواصل لكل حاجه فعليا. كمان هنا في الصوره دي زي ما انتم شايفين كده مشغله على التابلت مود، وقادر ان هو وعلى السرير يقدر يستخدمه كتاتش سكرين عادي جدا، وكمان عامل له وصله هنا عشان الشاحن بتاعه، واموره تمام يعني. فده كمان استخدام تاني يوضح قد ايه الليجن جو مميز وتقدر انك تستخدمه في معظم الحالات. كمان هنا الكيس دي عجبتنا قوي، كل الاكسسوارز بتاعته في مكان واحد، ولكن حجم الشنطه نفسها كبير زي ما انتم شايفين كده، ولكن هي تقدر تاخد اكسسوارز كتير وتاخد الجهاز بدون اي مشاكل خالص. هنا بقى استخدام مختلف خالص، هنا في اللايف ستريم، هنا فاتح الجيم بتاعته وفي نفس الوقت شغال على التويتش اللي هو بيشغل اللايف ستريم، ومشغل الكاميرا هنا، وموصل كل ده بالليجن جو عن طريق الدونجل ده. فحتى لو انت عايز تطلع لايف وتعمل جيمنج عليه فانت تقدر بشكل بسيط خالص. هنا المايك وهنا الكاميرا وهنا الموبايل نفسه يقدر يوريك الكومنتس نفسها، وهنا ليجن جو اللي تقدر تجيم عليه. فانت مش هتحتاج اي سيت اب اكتر من كده، والسيت اب كمان هنا معمول بطريقه جميله جدا. طبعا في ستاند من الخلف عشان يقدر يثبت كل ده. هنا بقى للديفلوبرز وبالذات البروجرامرز اللي عايزين يستخدموا الليجن جو في البروجرامينج، هنا زي ما انتم شايفين اليوزر هنا مركب كيبوردز وفصلها لجزئين، عشان انتوا عارفين البروجرامرز دايما بيقدروا يستخدموا البلايند تايبنج او الكتابه من غير ما يشوفوا، من كتر ما هم متعودين على الكودينج نفسه. فهنا بيكتب الكود بتاعه وموصلهم هنا بستاند بالليجن جو، وكمان موصل الشاحن ليه، وبيستخدمه زي ما انتم شايفين كده في الكودينج. وانا شايف ان السيت اب ده ممتاز جدا ويقدر اي بروجرامر يستخدمه. زي ما انتم شايفين كده ده المنظر من زاويه تانية، وانا عجبني قوي الاسلوب ده لانه مش بس للجيمنج زي ما قلت، الليجن جو معمول له كل حاجه. كمان هنا طبعا الديفلوبرز وال 3 دي برينتنج عملوا الديزاين ده عشان انت تقدر طبعا تعمل دي اتاتش للكنترولرز وتستخدمهم بالطريقه دي. وهنا القطعه دي تقدر تشتريها على الاي باي، موجوده برضه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، وبتقدر توصلهم ببعض عن طريق دي. ولكن دي وايرلس كيبورد منفصله، بتقدر انت توصلها بالليجن جو وتستخدمهم طبعا عن بعد بشكل كامل. كده هتقدر ان انت تكتب بشكل اسرع وكمان تتحكم ريموتلي بالكامل. فزي ما شفتوا كده الليجن جو يقدر يشتغل باي طريقه وتحت اي ظروف تقدر ان انت تستخدمه، وممكن يخليك تستغنى عن اي بي سي موجود عندك. نيجي بقى نتكلم عن بعض المشاكل اللي قابلتها وشفتها من اليوزرز اللي بيستخدموا الجهاز. اول حاجه كانت في الديزاين نفسه، بغض النظر عن حجم الجهاز نفسه الماسكه بتاعته الى حد ما مش مريحه زي باقي الكومبيتيتورز. اول حاجه خالص لما انت تشوف الادجز هنا الموجوده في الكنترولر سواء هنا او هنا، طبعا بتلاقيها حاده شويه، مش جايب كيرف مثلا او ان هي تلعب زاويه الى حد ما حاده كده. فانت لما تيجي تستخدمه دي عاده بتروح في السنتر بتاع الايد بالظبط، فطبعا دي مش هتكون مريحه في الماسكه نفسها. بينما مثلا في الستيم ديك هتلاقي الكيرف موجود هنا للاخر خالص زي ما انتم شايفين كده، ومش هتلاقي فيه اي بريس ولا ضغط على الايد نفسه في الماسكه نفسها. فدي اول مشكله قابلتنا انا شخصيا كمان في الديزاين، عشان كمان لو بتستخدم الجهاز بشكل طويل ممكن ان هو يضايقك. بس النقطه دي ممكن تعوضه فكره ان انت تقدر تعمل دي اتاتش للكنترولرز نفسها وتقدر ان انت تستخدمه ريموتلي، فبالتالي ماسكه الكنترولرز نفسهم هتتغير وهتكون اريح الى حد ما من وضعه في الهاند هيلد مود. تاني حاجه هي صوت المروحه، وصوت المروحه طبعا ده بيفرق من واحد للتاني. انتوا عارفين دلوقتي في مودز كتير، ودلوقتي مع الابديت الجديد بقى في فان كيرفز تقدر ان انت تظبط الكيرف او السبيد بتاع الفان نفسها.
يعني لما توصل لدرجه حراره معينه توصل لكام لفه في الثانيه او في الدقيقه. فزي ما انتم شايفين كده الانديكيتور هنا موضح ان انا مشغله على الكوايت مود. لو انا غيرت عن طريق الشورت كات دي بيتغير ليه الاوتو مود او البالانس مود. البالانس مود طبعا بيرفع الكيرفز بتاعه المروحه، فبالتالي صوتها هيرتفع شويه بس مش بشكل مزعج، لانه دلوقتي تقريبا هيشتغل على من 10 ل 15 واط. اما بقى لو رحنا للبرفورمانس فهو هيشتغل على 25 واط تقريبا، بينما الكاستم مود هتشتغل فيه على 30 واط. فبالتالي الكيرف نفسه بتاع الفان بقى عالي خالص. ودلوقتي لو شغلت جيم زي ما انتم شايفين كده يمكن الصوت نفسه مغطي على صوت المروحه خالص، برضه ستيل صوتها مقبول الى حد ما. ولكن زي ما احنا عارفين ان في هنا اوبشن اللي هو الفول سبيد اللي هو اقصى سرعه للفان نفسها، فاحنا لو عملنا الفول سبيد ده صوت المروحه. وانا في وجهه نظري الصوت بتاعه مش عالي قوي الا اذا لو شغلت الفول فان سبيد فبيكون الصوت واضح جدا، ولكن لو انت معلي الصوت في الجيم نفسها مش هيفرق معاك قوي صوت المروحه. خلينا بعد كده نغير للسايلنت مود خالص عشان مش هنشغل جيمز دلوقتي. وبعد كده خلينا نروح للنقطه الثانيه، والنقطه الثانيه هي طبعا للليجن سبيس. الليجن سبيس اولا يمكن هو الابلكيشن اللي عاملاه شركه لينوفو للينوفو ليجن جو، وده اللي بيضم السيتنجز وبيضم كمان اللايبراري بتاعتك وبيضم كمان الستور اللي تقدر تشتري منه الجيمز. يمكن انا مش بستخدم الابلكيشن بشكل كبير، ولكن بعد ما عملوا ابديتس ليه بقى فيه شويه تحسينات كده. يعني مثلا دلوقتي لو رحت للسيتنجز هتروح هنا للدرايفرز وهتلاقي دلوقتي انك تقدر تعمل تشيك فور ابديت من الابلكيشن نفسه. قبل كده طبعا كان لازم تدخل على الويب سايت بتاع لينوفو عشان تقدر ان انت تنزل الابديتس نفسها، ولكن دلوقتي اصبح من الابلكيشن نفسه. بالاضافه كمان للويندوز ابديتس نفسها ضافوها هنا، ومجرد ما انت تدوس عليها بيحولك للويندوز ابديتس بيج نفسها عشان تعمل تشيك فور ابديت وتشوف لو في ابديتس ثانيه. والسيستم نفسه اتحسن بشكل كبير جدا، وكمان بقى فيه كاستمايزد اوبشن كتير قوي غير اللي فات. والمطورين مستمرين بان هم ينزلوا ابديتس بشكل دوري. بس كمان في مشكله في اللايبراري نفسها، لما انت تيجي تشوفها هنا بتلاقيها بشكل راندوم قوي، وكمان الجيمز نفسها مش كلها الموجودة عندك بتلاقيها موجودة هنا. يعني في مثلا عندي 3 جيمز واخدين نفس الصورة بالظبط، حتى لو رحت للأول جيمز مش هتلاقي كل الجيمز الموجودة عندك، ولازم انت تروح تعمل هنا سكان وتعمل اد للجيم نفسها عشان تقدر ان هي تتشاف هنا. حتى لو انت عملت ريفرش مش هيجيب لك كل الجيمز الموجوده عندك برضه، فدي حاجه محتاجه انها تتطور عشان تقدر تستخدم الليجن سبيس بشكل كامل. اما بقى على الجانب الثاني بقى في الار او جي ال اي في سيستم تاني عاملاها الار او جي ال اي، وهو الارمور كريت اس اي. والارمور كريت انا بشوف ان هو افضل بكتير من الموجود في الليجن سبيس هنا، لانه اولا اسرع وكمان الفيزيبيليتي بتاعته احسن بكتير، زائد كمان السيتنجز نفسها والكونفيجريشن بتاعتها واضحه جدا وستريت فورورد. ففي فرق كبير قوي بين المنظر القديم ده والمنظر الموجود هنا، فلازم شركه لينوفو تطور السيستم ده لانه واضح ان هو اوت ديتد جدا، ولكن هو في الاخر هيأدي نفس الغرض اللي بيقدمه ارمور كريت. حتى كمان لو جيت تشوف الكويك اكشن منيو الموجود هنا مقارنه بالموجوده في الار او جي ال اي هتلاقي برضه في اختلاف كتير في الفيزابيليتي نفسها. الميزه هنا ان شكلها اوضح وفيها اوبشنز واضحه وسهل جدا ان انت تعملها اون واوف، ولكن هنا برضه في كاستمايزد اوبشنز ثانيه زي الشورت كاتس دي مش موجوده هنا بالشكل الموجود في ليجن جو. فالموضوع هنا تحس متكافئ شويه. لو رجعنا كمان للديزاين نفسه هنلاقي ان الكنترولر بالذات اليمين ده هتلاقي فيه ازرار كتير جدا. في هنا مثلا الزرار نفسه اللي بتعمل بيه دي اتاتش، وزرار تاني للاف بي اس مود اون واوف، وكمان الواي 3 والام 3 اللي في الاف بي اس مود المفروض توصل لهم بالطريقه دي بعد طبعا ما تشيل ده عشان ما يضايقكش في الكنترولز نفسها. والسكرول ويل انا ممكن اقول ان هي في مكان كويس، ولكن برضو كان ممكن تكون في مكان احسن من كده. فلو انت بتستخدم الجهاز في الاف بي اس مود هتلاقي ايوه استخدامات لكده، ولكن لو انت بتستخدمه في الهاند هيلد مود ممكن ما تلاقيش الاستخدامات دي خالص، وهتلاقي الازرار نفسها ملهاش اي لازمه. ففكره ان يكون في الهاردوير ازرار كتير قوي ممكن بتشتتك الى حد ما، عشان كده حبيت اقول ان دي مشكله ولكن في الديزاين نفسه، بس بيعوضها الكستمايزيشن في الجهاز نفسه. يعني تقدر ان انت تكستمايز الازرار دي على حسب استخدامك وعلى حسب المود اللي انت بتشتغل فيه. وفي حاجه كمان عايز اضيفها ان انا كنت قلقان منها قوي بمجرد ما انا اشتريت الجهاز، الاس دي كارد في مكان قريب قوي من الاكزوست او المروحه، فكان ممكن قوي يوصل له درجه
درجة حرارة عالية وبالتالي بيبوظ. ولكن مع استخدامي الفترة الطويلة دي ما لاحظتش اي مشاكل خالص في الاس دي كارد، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا في الار او جي الاي. زي ما انتم شايفين كده المروحة هنا نفسها والاس دي كارد جنبها على طول، فطبعا هنا ما ينفعش تستخدم اي اس دي كارد. انا كنت مأجل المشكلة دي لغاية ما يجربها بشكل كامل عشان اقدر افيدكم في ده. انا اقدر اقول لك دلوقتي ان انت تقدر تستخدم الاس دي كارد بتاعك بشكل طبيعي جدا. يمكن السماعات كمان اتكلمت عنها قبل كده ان هي صوتها وحش، ولكن قلت لكم قبل كده كمان ان انتوا تقدروا تستخدموا الاف اكس ساوند وهيصلح لك الصوت بشكل كبير جدا. ولكن الصوت بتاع الار او جي الاي احسن بكتير لان السماعات احسن وكمان فيها تكنولوجيا الدولبي اتموس. بشكل عام الجهاز انا بشوفه قوي جدا، وبرغم المشاكل دي كلها والحاجات اللي ممكن تكون قابلتكم فالجهاز لسه فارض نفسه في الماركت، ومفيش اي جهاز تاني قدر ان هو يوصل للي هو وصل له. انا هسيب وسائل التواصل بتاعتي في الكومنتس، تقدروا توصلوا لي لو عندكم اي مشاكل، وكمان لو في اي استفسارات عندكم تقدروا تسيبوها لي في الكومنتس. وكمان عايز اعرف ايه رايكم في الجهاز بشكل عام، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.